من أطيب الكيكات الشتوية اللي أنا بعتبرها إدمان هي كيكة الجزر. في ناس بيشوفها صعبة ومكوناتها كتير، لهيك عملتها اليوم بطريقة كتير سهلة ومكونات بسيطة. رح تطلع معكم رطبة من جوا وقوامها متماسك، وفيها كل النكهات الطيبة وريحتها خيالية. أول شي بنحضر المكونات الجافة. بجاط كبير بدنا ننخل كاستين طحين 500 جرام مع معلقة كبيرة باكنج باودر ومعلقة صغيرة كربونة. بعدين بنضيف معلقتين كبار قرفة وربع معلقة صغيرة جوزة الطيب ورشة ملح. بنحركهم سوا كتير منيح بالويسك لحتى كل المكونات تختلط سوا. هلأ بنحضر المكونات السائلة. بجاط تاني كبير بنحط كاسة 250 مل زيت نباتي، 3/4 الكاسة سكر بني، ربع كاسة سكر أبيض، 3 بيضات بحرارة الغرفة ومعلقة صغيرة فانيلا. بنحركهم سوا بالمضرب اليدوي لحتى يتجانسوا منيح. بعدها بنضيف عليهم المكونات الجافة اللي حضرناها من شوي وبنقلبهم مع بعض بالويسك أو السباتيولا. رح يتكون عنا خليط متماسك شبه العجينة. ولحتى نطريه بنجيب علبة أناناس، بنضيف عليه ربع كاسة من مية الأناناس وبنحرك ليصير الخليط أطرى شوي. بالإضافة لكاستين 500 جرام جزر مبروش ونص كاسة جوز قلب مكسر، وبنحط كمان شريحتين أناناس مقطعين مكعبات صغيرة، وممكن تضيفوا لحدود 4 شرايح. بنقلبهم سوا بالسباتيولا وبنجيب قلبين كيك أو صينيتين نفس الحجم. بنقسم الخليط بيناتهم وبنوزعهم منيح. بندخلهم على فرن محمى من قبل على 180 درجة لمدة 30 دقيقة، وبعد نص ساعة بالظبط بنطلع القلبين وبنتركهم 10 دقايق يهدوا شوي قبل ما نطلعهم من القالب. بعدها بنحطهم على شبك لحتى يبردوا تماما قبل التزيين. وبعد ما بردوا نقلت أول كيكة على صحن التزيين وجبت علبة فروستنج فانيلا جاهزة من بيتي كروكر ورح أزين فيها الكيكة. حطيت نص العلبة فوق الكيكة الأولى وفردتها منيح حتى الجوانب. بعدها حطيت الكيكة التانية فوقها وغطيت الوجه والجوانب بالكريمة الباقية، وزينت الوجه وعالداير بجوز قلب مكسر. وهيك الكيكة بتكون جهزت. ريحتها لحالها بتشهي وبتضلها على براسكم ما بتنسوها. الطعم عن جد تحفة، وبتزبط تعملوها كيكة لعيد ميلاد. جربوا الوصفة هاي لكيكة الجزر وراح تدمنوها. وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا اللايك والشير والمتابعة على الصفحة، وصحتين وهنا.